الميه المعدنيه دي هتجيب لك فشل كلوي. النهارده هنعمل مقارنه احسن ميه في مصر. انا مش جاي اجرب الميه وادوق لك واقول لك دي حلوه ميه، بس انا هقول لك الفرق بين اللون ده واللون ده واللون ده والاسود والابيض، ايه الالوان دي، وهل الشركات بتعملها كديزاين للشركه هو الصح ان كل لون من دول بيدل على حاجه معينه في الميه. غير كمان يا معلم هنقيس نسبة الأملاح في كل إزازة من دول، وأقول لك النسبة الصح اللي أنت ممكن تجربها. طب الجهاز ده أنت جبته منين يا عم حسين؟ أنا لما جيت أركب فلتر اللي أنا عارف إن هو المفروض بيشيل الشوائب، بيشيل نسبة الأملاح، بيقلل الكلور، إلخ إلخ. طب ما نشوف نسبة الأملاح، فعشان كده اشتريت الجهاز ده. كان عندي من فترة، حتى تلاقيه متهالك شوية، لونه مصفر شوية، بص كده قرب، يعني مش جديد، قرب المصور عشان الأحسن يفتكروا جديد، قديم قديم بقاله فترة. حتى البتاع كانت مملحة. معلش اوريك كل حاجه، بص تحس البتاع بتاعت الحجاره كانت مملحه من كتر الركنه. فقلت يا باشا انت وقتك جه، لان انا بصراحه انا قلقت لان كتر الميه المعدنيه هيبهدلك وهقول لك هيحصل فيك ايه. فهنبدا بايه يا مصور؟ نبدا من الاطول للاقصر. يلا. الغطا الازرق ده المفروض بيبقى فيه املاح معدنيه كتير، وبالتالي كتره شربه ليل ونهار هيأثر على الكلى بتاعتك. انا مش فاهم ده لونه ايه، بس هو يمشي مع اللون الازرق. كان في لون اخضر بس ما لقيتوش في السوق، هقول لك برضو فايدته ايه، هل مضر ولا مفيد والكلام ده. طب الغطا الاصفر ده يا معلم، دي عباره عن ميه المفروض معالجه بيتضاف ليها فيتامينات واملاح. ده الغطا الاصفر. خش على اللي بعده، الاحمر. الغطا ده بيدل ان الميه دي فيها ثاني اكسيد الكربون. ركز معايا احنا ماشيين واحده واحده. الغطا الابيض ده بيدل ان الميه دي كلير، مش معنى كلير، لا هي متفلتره، ما فيهاش معادن، ما فيهاش املاح، ما فيهاش، عادي خالص، حتى هتلاقي طعمها مختلف شويه. طب الغطا الاسود ده بيدل على ايه؟ مع العلم ان الازازه دي غاليه، ده بيدل ان هي ميه قلويه بس طعمها غريب، هتلاقي طعم مش حابه، انت مش حابب الطعم، بس هي المفروض مفيد. هل الشركات بتطبق اللي انا قلته من شويه؟ انا ما اعرفش، يعني ممكن شركات تمشي مع الديزاين، فاحنا اللوجو بتاعنا ازرق فنعمل غطا ازرق، انا ما اعرفش. بس اللي احنا هنشوف الاملاح في كل نوع من اللي احنا قلناه باستخدام التي دي اس. تي دي اس ده هو بيشوف نسبه الاملاح في الميه. تمام. فنفتح، اسمع التكه عشان ما تقولش ان انا جايبها من بيتي. ادي اول نوع. تاني نوع، اسمع اسمع. بس هنشوف نسبة الأملاح فعلا فيه ولا لأ.